كده بيقول لك ارتفاعات موجات تسونامي. تمام، دي موجة الواحد متر، دي عادية، دي ما تعمليش حاجة، موجودة في راس البر، مش حوار. ودي 5 متر، دي موجودة في اسكندرية في الشتاء، ما تعملش حاجة برضه. دي بقى كنت بقول لك ايه، دي 24 متر. اتذكر ان انا شفتها قبل كده، تمام، في نجع حمادي. اديتها ظهري، تمام، خبطتني جامد، لسوعتني، قعدت في المستشفى بتاع 6 شهور. كانت فترة حلوة الصراحة. دي 30 دي. في 2004 تقريبا انا كنتش هناك وقتها. دي 40. دي بتاعت ال اسمها ايه بتاعت اليابان دي. اوف، كان في واحده 46. انا جدي كان كاتب في مذكراته المراهقه ان هو شاف دي ريل لايف اتصور معاها. كان في واحده 50 متر. دي الصراحه ما بقى كداب لو قلت لك ان في حد اعرفه شافها الصراحه يعني. 70 متر ما فيش حد اعرفه شافها. ما فيش. كذب، اي حاجه بعد كده كذب. 100 متر. دي حصلت امتى دي كبيره قوي، يخرب بيتك. 130 متر، هولي شيت. ده في ارتفاع برج القاهرة ولا ما برج القاهرة قد ايه؟ 200 متر. يا دين امي، ده فين ده؟ عاش ولا مات؟ اكيد مات الله يرحمه. 250 متر. ما اعرفش حد مر بالتجربة دي. 520 متر. اتذكر ان مش جدي ولكن جدتي تحديدا كانت موجودة يومها. كان عندها مش عارف كام، 8 سنين ونص، حاجة زي كده. تمام. وكانت بتصيف على البحر، شافت الموجة دي جاية من هناك، فضلت واقفة مكانها سندال، ما رضتش تتحرك. ما رضتش ما رضتش ما رضتش. قعدوا يشددوها بتاع اللي هو تعالي وهتموتي، قالت لا. فضلت واقفة جيجا تشاد. تمام. الموجة جت خبطت فيها، عدت، دمرت المدينة اللي وراها، ماتوا هما، ولكن هي فضلت واقفة، سيرفايفت 3 ايام واقفة على رجلها. كانت عظيمة. ما كانتش بشر. عامة يا ولاد سهلة يعني، اي موجة عالية تيجي، كل اللي انت محتاج تعمله ان انت توطي، تغطس، تمام، تحت، احبس نفسك 5 دقايق بالكتير، هتطلع هتلاقيها عدت. هي دي الفكره، مجرد موجه تحت المايه، مفيش حاجه بتحصل. الناس مكبره دايما الموضوع، فانت تشوف موجه الناس بتجري منها، ما تجريش منها، اجري عليها. فكر الموضوع. يا ربنا ادانا دماغ عشان نفكر بيها. هي موجه، هي فوق، تمام، كل ما تقرب هتقعد تنزل عليا، فاهم، وهتتقلب. طب انا ليه اجري عليها؟ ما اجري منها يعني خش، مش تخرج، خش واخترقها، هتبقى كويس. فاهمني ازاي؟ ودلوقتي في عربيات، فانت ممكن بالعربيه تروح سايق العربيه جامد، تروح ناطط مثلا فوق حاجه تبقى سرعتك 80 كيلو 90 كيلو في الساعه، هتخش تخرم الموجه، هتطلع من الناحيه التانية، هتبقى الموجه عدت، هتنزل، هتبقى في ميه او كل حاجه، بس هتعرف تعوم عادي، مش هيبقى فيها مشكله. مش هتوجع دماغ الموجه. مش عارف الصراحة، الناس دايما مكبرين دماغهم ومش بيفكروا كويس ازاي يتعاملوا مع تسونامي ولا الحاجات دي. كوكب صعب، بشر صعبين الصراحه. How to not survive anything by me. برو، فكر فيها لمدة 3 دقايق صدقني، قبل ما تنام النهارده. فكر في اللي انا قلته لك ده، ازاي تتعامل مع الموجة بشكل صح. هتلاقي اللي انا بقوله منطقي. صدقني والله، صدقني من غير والله. هتلاقي اللي انا بقوله منطقي بنسبة كبيرة، بس هو الناس مش حابة تشتغل بالمنطق. هي دي مشكلة البشر، فاهم. باي فان ديزل اند درايفز. بيا فان ديزل. صدقني من غير والله. عشان حسيت ان الجملة هتقلش مني. عامة ده دليلي يا اولاد للسرفايف، ازاي تنجو من حاجة زي كده.